ما استطعتم في أن تمتثلوا لذلك فإن في ذلكم الخير العظيم المؤكد لكم في الدنيا والآخرة. عباد الله، لقد سألني أكثر من واحد وجادلني غير واحد بقوله: لماذا لم تلتفتوا في خطبكم ولم تحذروا مما قام به من يسمون أنفسهم بتنظيم الدولة الإسلامية داعش في بلادنا؟ فسأجيب على هذا السؤال في عجالة ممتثلا في ذلك وصايا بعض أهل العلم من أهل السنة. لذلك أقول إنني لن أتكلم في قوم وأترك آخرين يشاركونهم في نفس العقيدة، أي بمعنى أوضح، فلن أتكلم في من يسمون أنفسهم بالدولة الإسلامية زاعمون بذلك أنهم أقاموا دولة الإسلام، وأترك الكلام في آخرين يزعمون أنهم يسعون لإقامة الدولة الإسلامية كجماعة الخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة. قبحهم الله وقبح من دافع عنهم، فهؤلاء الثلاثة عقيدتهم واحدة ومصدر التلقي عندهم واحد، وإن أبى من أبى فإن رضيت أن تصلي معنا فصلي، وإلا فاخرج إلى غير هذا المسجد صاغرا. عباد الله، وخطبتنا، ولن أتكلم في قوم وأترك آخرين. عباد الله، خطبتنا ستكون في التذكير بإصلاح المجتمع، وهذا هو منهجنا، ولن نتكلم في قوم ونترك آخرين، فإن هؤلاء جميعهم قد ملأوا البلاد ظلما وقد أضروا البلاد والعباد، فإن رضيت أن تصلي فصلي، وإلا فاخرج صاغرا. عباد الله، يقول الله جل وعلا: واجعلوا ما استطعتم في أن تمتثلوا لذلك فإن في ذلكم